بابا نويل، احنا فاكرينك من سنة فاتت كنت هنا. سبت هدايا كتيرة جميلة وحكاية حلوة عن ربنا. بنعمة ربنا النهاردة أول حلقات قناة تيجوري في بداية رأس السنة هنتكلم عن القديس نيقولاوس. القديس نيقولاوس اتولد في القرن الرابع الميلادي من أب وأم مسيحيين وأغنياء جدا جدا جدا. باباه اسمه أبوفانيوس ومامته اسمها تونا. اتولد في مدينة مورا في آسيا الصغرى. باباه ومامته ما كانوش بيخلفوا، وكانوا بيصلوا كتير جدا 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 لربنا ان هم يرزقهم بمولود، لحد ما ربنا رزقهم بالطفل نيقولاوس. القديس نيقولاوس كان طفل مميز جدا، بينمو في النعمة وبينمو في التقوى وتعلم العلوم الكنسية. كان القديس نيقولاوس عايش حياة جهاد وشخص ناسي جدا جدا لحد ما اترسم قس وهو عنده 19 سنة من عمره. ربنا اداله مواهب كتير جدا منهم شفاء الأمراض. ولما تنيح أسقف مورا، ملاك ربنا ظهر لرئيس الأساقفة وقال له إن نيقولاوس هو اللي هيبقى أسقف مورا. أول ما صحى رئيس الأساقفة من النوم قال لباقي الأساقفة اللي شافوا في الحلم. كل الأساقفة صدقوا رئيس الأساقفة ووافقوه، وفعلا رسموا القديس نيقولاوس أسقف على مورا. وبعدها الامبراطور ديكلوديانوس امر بعبادة الاوثان، وكان بيعذب المسيحيين واي واحد مش بيبخر للاوثان. القديس نيقولاوس كان شجاع وكان بيدافع عن الايمان المسيحي، وكان بيشجع المسيحيين ان هم يفضلوا ثابتين على ايمانهم. وكان الوالي بيعذب القديس نيقولاوس وحبسه في السجن لحد ما مات ديكلوديانوس وحكم الملك قسطنطين، ورجع كل المسيحيين اللي كانوا في السجن والمعترفين اللي كانوا في السجن ورجعهم لحريتهم. كتير مننا ما يعرفش ان القديس نيقولاوس او بابا نويل شخص كان اسقف من ال 318 اسقف اللي كانوا مجتمعين في مجمع نقيا، وبيتقال عنه ان هو لولا القديس نيقولاوس كانت اصبحت مورا اريوسيه. والقديس نيقولاوس كان شخص غيور قوي على الايمان المسيحي لدرجه انه في مجمع نقيا ضرب اريوس بالقلم. في اساقفه كتير جدا اتضايقوا وعزلوه من رتبته وسجنوه، ولكن ربنا وماما العذراء ظهروا للقديس نيقولاوس في السجن وقعدوا له رتبته تاني وحرروه من السجن. كان القديس نيقولاوس ليه مواقف حاسمة جدا ضد عبادة الأوثان، وهدم معبد أرطميس، وده كان أكبر معبد للأوثان في وقتها. القديس نيقولاوس كان حنين قوي على شعبه. باباه ومامته لما توفوا خصص كل أمواله عشان يساعد بها الفقراء. في قصة شهيرة جدا للقديس نيقولاوس لما كان فيه راجل كبير مخلف 3 بنات، وكان ال3 بنات دول هو مش عارف يجوزهم، لدرجة ان الشيطان وسوس للراجل العجوز ده وقال له خلي بناتك يشتغلوا في شغل مش كويس. مين اللي سمع؟ القديس نيقولاوس سمع وعرف حال الراجل المسكين ده، وفعلا حط فلوس الراجل المسكين ده، وفعلا الراجل فرح جدا اول ما شاف الفلوس وجوز بنته الاولى. بعدها حصل نفس الموقف تاني مع بنته التانية. الراجل اتجنن عايز يعرف مين اللي بيساعدني، مين الانسان الحلو اللي بيساعدني. في المرة الثالثة راقب يشوف مين اللي بيحط له الفلوس، وفعلا راقب اللي بيحط له الفلوس جرى وراه وشاف القديس نيقولاوس كان مستخبي وهو اللي كان بيحط له الفلوس. القديس نيقولاوس اسقف مدينة مورا. طب مين بقى بابا نويل وسانتا كلوز؟ طبعا بعد نياحة القديس نيقولاوس وانتشرت سيرته في روسيا واوروبا، سويسرا، السويد، المانيا، هولندا، وكانوا بيتبادلوا الهدايا على اسم القديس نيقولاوس في عيد الميلاد، واختلطت الحقيقة بالخيال بالاسطورة فطلع اسم سانتا كلوز. طب ايه بقى اسم بابا نويل؟ بابا نويل كلمة فرنسية معناها اب الميلاد. طب شكل بابا نويل اللي هو المليان شوية لابس أحمر وشايل شنطة على كتفه، سنة 1881 رسم الرسام الأمريكي توماس نيست الشكل الكرتوني اللي احنا عارفين فيه بابا نويل حاليا. والكنيسة القبطية بتحتفل بعيد نياحة القديس نيقولاوس يوم 10 كيهك. دي كانت قصتنا النهاردة مع القديس نيقولاوس بابا نويل.